السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم ايمان خطاب من مطبخ KG1. النهارده هنعمل الجبنه البيضه. الجبنه البيضه بخيرها عشان سحور رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بطريقه سهله وان شاء الله كلكم هتعرفوا تعملوها. لازم نجيب اول حاجه لبن يكون جاموسي، يا ريت من عند واحده فلاحه، ويكون لبن كويس. بنعرف ازاي ان اللبن كويس لما نحط كده المعلقه. بصي اللبن بيبقى ايه ماسك فيها لسه ده بيبقى لبن، بيبقى نوع كويس، لبن جاموسي. بنحط اللبن على النار، بيكون النار هاديه، وتكون اللبن ما يسخنش، يعني يبقى زي دمعة العين. انا حاطه 3 كيلو لبن، لكل كيلو لبن معلقه كبيره من الملح. هنقلب كده الملح لغايه لما يدوب، اللبن ما يسخنش ولا يغلى، يبقى زي دمعة العين او رجعة البيبي. هنا بقى عندي المنفعة بتاعتي جايباها من العطار. هنحط لل3 كيلو معلقة ونص، لان كل كيلو نص معلقة، فدول 3 كيلو هنحط معلقة ونص. عشان نعملها شوية نحط ايه نص معلقة. بس بجيبها كده وكده عشان المنفعة تمشي. هنجيب غطا الحلة ونغطيها، تحط في مكان محدش يهز الحلة ولا يجي جنبها، يسيبها كده تقعد 4 ساعات. والمنفعة بتتباع عند بتوع الألبان، او انا جايباها من عند عطار جنبي، او ناس فلاحين تجيبي منهم المنفعة، او الناس اللي هم بتوع الألبان. فهسيبها 4 ساعات ونشوفها عاملة ايه. هنا بقى يا حبايبي الجبنة بعد ما قعدت 4 ساعات اهي مسكت معانا اهي، بقت كتلة واحدة. عندي هنا شاشة نضيفة بستعملها بس لما تكون ايه عندي جبنة، اغسلها واشيلها تاني في الدولاب. احطها هنا عندي وصفة وتحتيها طبق عشان الشرش ينزل هنا في الطبق. اظبط الشاشة بتاعتي. وبعدين نجيب بقى ايه الحلة الجبنة، نزلت ايه حتة واحدة كده. ايه ماسكين الشاشة كده نربطها. نربط كده، نجيب طبق بقى عشان الشرش اللي ده ينزل. ونجيب طبق ونحط ايه اي تقالة، كيس فيه سكر، كيس فيه برتقان، فيه تفاح، ونحط التقالة عليه. انا عندي هنا بتاع كده فيها مية كده، هسيبها لغاية لما تنزل كل الشرش اللي فيها في الطبق. فما تنزل الشرش هنوريها لك. هنا بقى حبايبي سبت الجبنة بتاعتي تتصفى الشرش بتاعها من بالليل للصبح. هنشيل بقى التقالة دي،
نطلع الجبنة. بسم الله. ما شاء الله مسكت اهي. نجيب طبق. شيل ده عشان يوسع. كده على جنب. كده ممكن مكعبات. نشيل كده حته. بصي الجبنه عامله ازاي، جبنه بخيره جميله جدا. اما هتجربيها مش هتبطلي ايه تعملي الجبنه دي، وكفايه ان انت عاملاها بايديكي وفي البيت، وطريقتها سهله جدا. انا كنت الشرش بقى بتاعها هنقول طريقه تخزينها ازاي. الشرش اللي طلع منها غليته على النار، وبعدين سبته لما برد تمام. احط الجبنه بتاعتي هنا، نحطها بقى في التلاجة، نحفظها في التلاجة ازاي. شوف كده الجبنه شيل كل الكلام ده بقى. ده بقى الشرش اللي طلع من الجبنه، غليناه وسبناه لما برد تماما. نحطه بقى كده على الجبنه عشان نحفظها في التلاجة، تقعد عندك شهر ما يجرالهاش حاجه. نغطي بيها الجبنه بتاعتنا كده. قرنين فلفل كده يتحطوا، وبتغطي عليها وتحطيها بقى في التلاجة تقعد معاكي شهر. كده نكون وصلنا معاكي لنهاية الفيديو بتاع الجبنة الفلاحي اللي بخيرها. يا رب يكون عجبك الفيديو. الطريقة سهلة، ممكن تعمليها في البيت، ويا رب يكون الفيديو عجبك. لو كان عجبك ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب، تفعيل الجرس. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.